متابعين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتحفيزنا من أجل المزيد من العطاء. من هو النبي الذي بنى السفينة؟ نوح، إبراهيم أو موسى. من هو النبي المشهور بشق البحر الأحمر؟ داود، موسى أو سليمان؟ من هو النبي الذي ابتلعته الحوت الكبير؟ يونس، إلياس أو دانيال؟ من هو النبي الذي تلقى الوصايا العشر؟ إبراهيم، إسحاق أو موسى؟ من هو النبي المعروف بتفسير الأحلام لفرعون مصر؟ يعقوب، يوسف أو دانيال؟ من هو النبي الذي تلقى القرآن من الله؟ محمد، موسى أو عيسى؟ من هو النبي المعروف بصبره ومعاناته؟ نوح، سليمان أو أيوب؟ من هو النبي الذي بنى الكعبة مع ابنه؟ داود، إبراهيم أو موسى؟ من هو النبي الذي نجا من النار؟ أيوب، نوح أو إبراهيم؟ من هو النبي المعروف بقوته وهزيمته لجالوت؟ داود، سليمان أو موسى؟ من هو النبي المعروف بولادته المعجزة؟ موسى، عيسى أو يحيى؟ من هو النبي الذي أرسل إلى أهل مدين؟ صالح، هود أو شعيب؟ من هو النبي الذي أرسل إلى قوم عاد؟ هود، صالح أو شعيب؟ من هو النبي الذي قاد بني إسرائيل للخروج من مصر؟ هارون، موسى أو يوشع؟ ما هو اسم أول زوجة للنبي محمد؟ خديجة، عائشة أو حفصة؟ ما هي الليلة التي أنزل فيها القرآن لأول مرة على محمد؟ الإسراء والمعراج، عيد الفطر أو ليلة القدر؟ من كان أول خليفة بعد وفاة النبي محمد؟ عمر، أبو بكر أو عثمان؟ أي معركة كانت أول معركة كبرى خاضها المسلمون؟ معركة بدر، أحد أو معركة الخندق؟ أي سورة تعرف بقلب القرآن؟ سورة الفاتحة، ياسين أو سورة البقرة؟ ما هو اسم 99 صفة لله في الإسلام؟ أسماء الله الحسنى، التوحيد أو التقوى؟ من هو الصحابي الذي لقب بسيف الله المسلول؟ علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد؟ ما هي السورة التي تحتوي على أكبر عدد من الآيات؟ سورة البقرة، النساء أو سورة الأعراف؟ كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ 10 سجدات، 15 أو 20 سجدة؟ ما هو عدد آيات سورة الفاتحة؟ 6 آيات، 7 آيات أو 8؟